اجمل كيكه وابسط كيكه اعملها لولادي بمكونات سهله وبسيطه، وهنزينها بشكل بسيط جدا للمبتدئين. حتى لو مش تعرفي تعملي كيكه هتطلع معاكي تحفه. كل اللي عليا ان انا هنخل المكونات الجافه مع بعض: الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا. هضرب البيض والسكر كويس قوي مع بعض، والفانيليا طبعا. اللبن بتاعي بحط له معلقه من الخل علشان كانه بعمله رايب يعني. لو عندك رايب ممكن تحطي كوبايه رايب، وهحط الزيت وهضرب كويس جدا المكونات مع بعض. وفي اللحظه دي خلاص المضرب كده دوره بينتهي. وبنزل بالمكونات الجافه بتاعتي اللي انا محضراها، وهنزل بيها واحده واحده. والمكون السحري بقى اللي هيخلي الكيكه فضي وتحفه معايا: نص كوبايه من الميه السخنه، مش سخنه قوي اللي بتغلي، عليها نص معلقه من النسكافيه، وهنزل بيها مع على المكونات في الاخر واحده واحده، وهضربهم كويس قوي لحد ما الخليط يمتزج معايا. وهدخل الصينيه على فرن مسبق التسخين، يعني درجه حراره 180. اخدت معايا تقريبا نص ساعه. زينتها بشكل بسيط جدا، طلعت معايا التحفه الفنيه دي.